في الصيف كانت عندهم سخانه كثير بارابول اللي مدارين هما كي تكون سخانه الحشره مهما كانت الحشره السيكل دو ديفلوبمون تاعها يكون سريع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم الدكتور حمو، اخصائي في الامراض الاستوائيه في الحشرات ناقله الامراض وخبير لدى المنظمه العالميه للصحه. اليوم غادي نتكلم لكم على البق اللي هو البينازولي، اللي هي حشره صغيره حوالي 5 حتى 7 ملم، تشبه تقريبا نقولوا الزريعه تاع الدلاع ولا كيفاش نقولوا تاع الدلاع الصغيره الكحله هذيك. تنتشر خاصه في البيوت، الاماكن اللي تكتص فيها الانسان، مثلا في المستشفيات مثلا ولا في لي دورتوار، ولا تنشوفهم حتى في لي زوتيل ولا مثلا في الديار. علاش يكون تما؟ لانه لازم له يتغذى من الدم، وكيفاش نفيقوا به ويخرج في الليل ماشي في النهار، ما نشوفوش في النهار. الصباح كي ينوض الانسان يصيب عنده حكه، عنده لما يشوف يصب النقاط ولا اون بيكور، ماشي كيما الناموسه. الناموسه تنتفخ شويه، هي ما تنتفخش كاع الاخر، ولكن دير نقطه صغيره اللي هي نقطه الدخول تاع البروبوسيس، كون ابل بروبوسيس حنايا تاع البقه هذيك. ممكن انها ثاني تشوف في الفراش نقاط صغار تاع الدم، واذا كان كثر تشوفوا حتى الوسخ تاعو تاع الاخر تلقاه في مثلا في المطارح، وخاصه في الخيط تاع المطارح في لي زونتور في الحاشيه. كي نقلبوا الحاشيه تاع الاخر نلقاوه تما هو بالبيض تاعو حتى الوسخ تاعو. الموضوع الاول اللي لازم واحد يفتش فيه. الموضوع الثاني يشوف في اللوح، اذا كان اللوح المطرح فيه اللوح ولا يدخل بين الشقات هذيك اللي بين اللوح، يدخل في الخزانات، ممكن يدخل حتى في تاع الضوء، لي زانتيري تاع الضوء. انا لقيته حتى في لي ترانغ هذوك تاع الاخر اللي جايين بالحديد الداخل، اللي قديروا لا ديفيرونس بينه وبين حشرات اخرين. كان بارسون كيما هذه الايامات انا نشوفوا بلي كان دي فيديو رام سور لو نت بلي راه دخل للجزائر ومنا يوروا لك تصاوير سور دي باليت اكسيتيرا. هذيك خطا، هذوك سي دي انسيكت من غير لابينازولي. البق موجود عندنا احنا، موجود يعني من بكري موجود، ماشي غير من دركا، من بكري موجود. لكن علاش ماهوش متكاثر مثلا كيما البلدان اللي نسموها مثلا فرنسا ولا كاين بزاف؟ لان عندهم حاله خاصه. وشنو هي؟ عندهم سخانه. في الصيف كانت عندهم سخانه كثير بارابول اللي مدارين هما كي تكون سخانه حشره مهما كانت الحشره السيكل دو ديفلوبمون تاعها يكون سريع. من البيضه حتى الحشره البالغه الحراره العاديه تشد بارزوم شهر ولا شهر ونص. في الرطوبه هذه تكون سخانه عندها 3 اسابيع، ولما تكثر يرفدوها في الماء، يرفدوها مثلا في حوايجهم ولا يرفدوها في الكابات تاعهم ولا في السيكان تاعهم ويتمشوا بها. ما تنساوش باللي في اوروبا ولا في الاخر مواصلات كثيره، وكي يكون جالس مده طويله في مقعد ولا مثلا كما نشاهدوا في السينما، ولا تخرج هذيك تكون دات الغداء تاعها، تخرج باش تهود تعرض على البيض تاعها. اذا تخرج في هذاك المكان. العلاج تاعو صعيب، لازم واحد دائما يتبع حتى يقضي عليه نهائيا. باش ممكن انك تنسى حبه ولا تنسى زوج، هذيك تولد لك 500 بيضه، عندها 5 بيضات في النهار على الاقل. 5 بيضات عندهم 3 سيمانات يولوا بالغين، ومن بعد يعاود يرجع لك. العلاج كان العلاج الكيماوي، هذا لازم يكون انسان مختصين باش يديروا العلاج هذا، يتصلوا بشركات مختصه لانه صعيب. والعلاج اللي تقدروا ديروه في الدار، يعني مولات الدار ولا ربة البيت، نقدروا نسموا الحديد مثلا، الحديد تاع التحداد اللي يكون فيه لا فابور. نقدروا باغ اكزومبل نديروا لا فابور وما نحدوا البلايص اللي موجود فيها مثلا البيض ولا موجود فيها هذيك الحشرات تقتلهم. وحتى في الشقوق، بين الشقوق وهذا كما قلنا في اللوح الى اخره، تطلق لا فابور بيناتهم باش يقدروا يموتوا. يعني هذا ابسط الامور اللي نقدروا نديروها. كان بعض الناس اللي يستعملوا مثلا البيكربونات ولا يستعملوا ولا القافور ولا يستعملوا حب الكحله كما نقولوا حنايا، كان اللي يستعمل حب الكحله هذا يبعدوا ما يقتلوش. المشكل يبعدوا لجهه اخرى، هذا ما كان. كيفاش نحاولوا ما ندخلوش عندنا مثلا البق هذا للدار؟ اولا كل واحد انسان من العائله ولا جا من الخارج ولا جا في فواياج ولا قش يحطوه برا، لازم تفلوه القش هذا. كيفاش ما لازمش يكون في حبه ولا تدخل لكم للدار. الحاله الثانيه كي تشروا القش مثلا من برا، ولا مثلا خاطر اللي كان يشروا مثلا الخردة، كان يشروا البيبليوتيك ولا الخزائن القديمه حتى جديده يفو فير اتونسيون، ممكن يكون فيها يعني داخل البق يكون خازن. كذلك في حال كان يبدلوا مثلا السكن، يرحلوا، هذه عده حالات صارت لي انا مثلا، يسكنوا يروحوا يلقاو ديجا البق في ذاك المكان. قبل تدخل قشك وقبل الاخر لازم تفتش مليح. البق موجود عندنا يعني بكري موجود، ولحد الان كاين موجود. البق ما ينقصش الماء. واش هو الديروجمون، هذاك الازعاج والحكه هذيك، ونظم الاطفال ما لازم تديه للطبيب، ديروا شويه ماء باش ما تكونش عنده الحساسيه برك. هذا ما كان.